اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. صباح الهنا على قلوبكم. النهارده معايا عزومه مشاوي فوق الخيال وفوق الوصف، حاجات كده تحفه تجنن. تعالوا بقى نعملها مع بعض، ونعملها كده بطريقة لذيذة وسهلة وبسيطة خالص، وكمان مش هتكلفك اي حاجة خالص. كل الحكاية حاجات بسيطة خالص، انت كده كده هتستخدمها في البيت. انا اختي دخلت عليا بالفرخة ونص دول، وقالت لي انا عايزاكي تعملي لي غدا النهاردة. قلت لها بس كده من عيوني الاتنين، انت تأمري يا ام عمر. فقلت بقى ما اتبل الفراخ بتاعتي. انا كنت نازله انا وهي علشان نعمل نجيب شويه طلبات من تحت. فقالت لي ايه، فقلت لها طب استني نتبل الفراخ وننزل. حطيت بقى بصل وفلفل وتوم وكمان نص ليمونه، نفرمهم في الكبه علشان نتبل بهم الفراخ تتبيله تحفه كده، حاجه فوق الخيال وفوق الوصف. هفرمهم بقى في الكبه، وتعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه. اول ما يتفرموا معايا في الكبه هنعمل ايه، هننزلهم في بوله كده، وننزل عليهم بقيه التوابل بتاعتنا، ونحط عليهم الحاجات اللي احنا محتاجينها. التوابل بتاعتنا هي ايه؟ ملح وبابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبره وبصل بودر. البهارات مشكله بتاعتي ديت انا عاملاها في البيت، حاطه فيها حبهان و... وقرفه وجنزبيل وايه تاني يا ربي، وجوز الطيب وورق لوري، يعني مظبطاها اعلى تظبيط. حطيت التوابل، وهحط كمان معلقه دبس رمان، هحط كمان واحده، وكمان هحط صويا صوص برضو معلقتين علشان تديها طعم حلو كده. عندك عسل ابيض حطي، انا ما حطيتش. لو ما عندكيش عسل ابيض حطي شويه سكر. انا ما حطيتش عشان دبس الرمان بيكون مسكر، فحطيت بقى بيكون فيه مزازه كده. فهروح جايه بقى مقلبهم تقليبه حلوه مع بعض، ونمسك بقى الفراخ بتاعتنا ايه، نتبلها تتبيله محترمه. التتبيله دي تحفه تحفه تحفه، هتعجبك جدا وهتخلي الفراخ معاكي طريه ولذيذه جدا. تعالوا بقى نقطع الفراخ كمان علشان هي كانت جايباها مش متقطعه. همسكها كده الفرخه بتاعتي دي 2 كيلو او 2 كيلو ونص. ايه ده، الفرخه 2 كيلو ونص هتتشوي؟ هتتشوي، وهتبقى طعمها تحفه وريحتها تجنن، وكمان حاجه كده ممتازه. بس اهم حاجه تس... ت... تسلكيها كويس من الحتت اللي ما بتستويش معاكي، يعني تفتحيها كده بالسكينه. وطبعا وهي كمان على الشوايه بفضل اغزغز فيها بالسكينه كده لحد ما تطلع روحها. همسكها زي ما انتوا شايفين كده، شايفين مسكتها كده، شرحتها تشريحه عالميه علشان تستوي معايا تستوي معايا تسويه حلو. وبرضه استوت وكان طعمها تحفه. همسكهم بقى الفرخه ونص دول، امسكهم اتبلهم تتبيله حلوه. انا بقى لما حد بيجيلي بحب اعمل كل حاجه كده، بخليه كده قاعد كده برنس جاي كده يستجم عندي. انا بيني وبينكم بخليهم يجوا هنا علشان ايه، انا عايزاهم يغيروا جو. هم جايين عنده يغيروا جو، هخليهم يشتغلوا معايا في المطبخ؟ ما برضاش ابدا. وما برضاش اخليهم يشتغلوا معايا في اي حاجه وانا بعملها. هم طبعا بعد ما روحوا انا مسكت البيت مظبطه وروقته بعد ما هم مشيوا. طب هم مش عملوا معاكي ليه؟ لا، هم ما يعملوش معايا، هم جايين علشان يغيروا جو ويغيروا من نفسهم شويه، فمش هخليهم يشتغلوا يعني. هنا بقى بعد ما نزلنا ورجعنا وجبنا معانا كمان نص كيلو لحمه، قلنا ان ايه نعمل كمان معاهم كام صابع كفته كده. هعمل بقى التتبيله بتاعت صابع الكفته. حطيت كده بصلتين متوسطين خالص، وعليهم قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، وفرمتهم في الكبه، وكمان فص ثوم. هنزل بس شويه صغننين خالص من الميه بتاعت البصل عشان اصبع بها الكفته. هحط بقى البصل تاني في الكبه، وقلت ما احط معاها اللحمه، افرمها فرمه كده في الكبه، بس عشان توفر معايا ان انا اعجنها يعني بايدي. بس لقيتها هي هتاخد وقت، فحطيت عليها، فرجعتها تاني في الطبق وحطيت عليها التوابل وشويه كزبره، بقدونس وكزبره الاتنين مع بعض. وكمان حطيت عليها معلقه نشا علشان ما تكشش معايا قوي. هي كده كده بتكش لان عليها دهون. وكمان معلقه بقسماط. بس تعالى الاول نقول التوابل اللي احنا حطيناها عشان ما ننساهاش برضو، اللي تدينا طعم حلو جدا وطعم لذيذ جدا. حطيت ملح، طبعا الملح اساسي، وبابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبره وبصل بودر وبهارات مشكله اللي احنا عاملينها معاكم، اللي احنا عاملينها في البيت يعني. وكمان توم باودر، وكمان شويه زيت كده. وهنزل بقى عليهم كده بالايه، بايديا، افضل اعجن فيها لحد ما تتشكل معايا خيوط. تحسي كده وهي بتقلبي فيها كده تلاقي فيها خيوط. فهفضل اعجن فيها كده. طبعا اللحمه بتاعتي صبحه، فاول ما تبقى معايا بالشكل ده هروح جايبه مغطيها وحطها في التلاجة، لان اللحمه بتاعتي لسه صبحه.
علشان تسقى معايا بقى وايه تبقى طعمها حلو في الاكل. لما تيجي تصبعيها تصبع معاكي بطريقه حلوه، ما تفكش يعني. تعالوا بقى ان ايه نشوف الحبشتكنات اللي احنا هنعملها مع المشاوي بتاعتنا النهارده، وبالمره نولع على الفحم. حطيت بتنجان على يتشوي، وكمان هنعمل بابا غنوج، وكمان حطيت الزيت بتاعي يسخن عشان هنقلي بطاطس. ما هو بصي المشاوي يعني دلع المشاوي، كأنك قاعدة كده في مطعم وبتاكلي كفتة، بتاكلي لحمة مشوية، بتاكلي فراخ مشوية، بتاكلي كباب. أي حاجة بتاكليها في المطعم بيكون معاها بابا غنوج، بيكون معاها سلطة، بيكون معاها بطاطس محمرة، معاها الصوصات بتاعتها. احنا هنظبط كله مع بعض. هنحط البطاطس تتقلى، وكمان البتنجان بيتشوي، وهنعمل كمان سلطة الطحينة. تعالوا نعملها مع بعض. حطيت سلطة الطحينة وحطيت عليها ليمون، وكمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان خل. هديهم تقليبه وانزل عليهم بالملح والفلفل الاسود، وكمان ميه سخنه. انت حابه تعمليها بميه بارده مفيش مشكله. فبقول لك بقى انا بحب ان هم يجوا عندي يستجموا، مش عايزاهم يشتغلوا. انا كل واحده في بيتها عندها شغلها، يعني هي مش طالعه من بيتها عشان تشتغل. انا عايزاها تيجي كده كده ايه تبقى هانم. انا بعمل كده مع اهلي او مع اهل جوزي، بخليهم لما بيكون معزومين عندي ما بخليهمش يشتغلوا ابدا. بقول لهم لا، انتوا تيجوا كده على الجاهز. ماشي، انا حباكم ان انتوا تيجوا على الجاهز. انتوا كل واحد عنده شغله في بيته، ايه اللي يخليكم تسيبوا شغلكم في بيتكم وتيجوا تشتغلوا عندي؟ لا، انا ما بحبش الطريقه دي. لا، هما يجوا عندي كده يبقوا هوانم. بعد ما خلصت الطحينه بقى هفضيها برضو في الاطباق بتاعتها بتاعتي اللي احنا نغرف فيها، وخلاص على كده. هي كده الطحينه بتاعتي. فضلت ازود الميه واحده واحده لحد ما ادتني القوام اللي انا محتاجاه. وطبعا ظبطين الملح بتاعها وكل حاجه بتاعتها جاهزه. هحطها بقى في الاطباق بتاعتها، وخلاص كده كده الطحينه بتاعتي جاهزه. تعالوا بقى نعمل البابا غنوج بتاعنا. البتنجان اتشوى وقشرته، وهننزل بيه في الكبه، وهنعصر عليه ليمون، وكمان هنحط شويه خل. الخل ما بيخليش البتنجان يسود لما بيتعمل بابا غنوج. هحط عليه قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر. انا حطيت نص بس قرن فلفل اخضر، وكمان كام فص توم كده حلوين، فلفل اسود وكمون، وكمان شويه كزبره عشان يديني طعم حلو. وهضربهم بقى ضربه حلوه في الكبه، وشويه زيت صغيرين كده. هضربهم بقى في الكبه وانزل عليهم بمعلقه طحينه. هضربهم كمان ضربه كمان، وكده البابا غنوش بتاعي ايه خلص. هفضيهم بقى في الاطباق بتاعتي. وقناه البطاطس كمان اتقلت، ورشيت عليها الملح بتاعها، وكده ايه المقبلات بتاعتي جاهزه. شويه زيت زيتون على الوش بقى. وتعالوا بقى نشوف الفرخه بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا هنعمل فيها ايه، نحطها في الشوايه ونعملها ازاي. هنمسك بقى الفراخ بتاعتنا كده ونفردها فردة كويسة في الشواية بتاعتي علشان تستوي كلها مع بعضها، ونفتحها كده زي ما انتوا شايفين انا عملت ايه. مسكت الصدر قطعته كده وفردته كده على الايه على الشبكة، ومسكت الورك زي ما انتوا شايفين كده، وصلت للعضماية. قسمت العضماية نصين عشان دايما الورك هو اللي بياخد وقت في السوا. شايفين انا بعمل فيها ايه؟ هو ده اللي هيخليها تستوي مهما كانت الفرخة معاكي كبيرة تخينة عريضة، هي هتستوي معاكي يعني هتستوي. وطبعا الصيف بيحب المشاوي، بيحب الاكل الخفيف، بيحب الاكل اللي ايه السريع اللي هو التيك اواي. بعد ما رصيتها بقى في الشوايه، عملت الفحم كده، فردته، ورشيت عليه كده شويه تراب من اللي انا شايلاهم على جنب من الشوايه نفسها. ليه؟ علشان باجي بعد ما اخلص شوي بروح جايه مغطيه الفحم ده بشويه التراب دول، علشان بيطفي معايا على طول. همسك بقى الفراخ بتاعتي بعد ما قلبتها تقليبه كده، وانزل عليها اغزغزها بالسكينه لحد ما تتشوي معايا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين في لحظه اشتوت معايا. هي تقريبا اخدت ساعه على الشوايه. جبت بقى الصينيه بتاعتي، قطعت فيها بقدونس وكزبره، وكمان شويه جرجير، ونزلت عليهم كده بالفرخ. فردتهم كده. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه. تعالوا بقى للكفته بتاعتنا هنشويها كمان. انا سبت الشوايه على البوتاجاز، على اللي بتاع اللي هي السلك، الشوايه السلك على الشوايه اللي الفحم، وسبتها كده عشان احط عليها الكفته على طول. مسكت بقى الطبق اللي فيه الاحمر ده، فيه شويه ميه البصل، وكمان شويه ميه ساقعه، وكمان معلقه كاتشب مديه طعم تحفه.
وهفضل اصبع كده، ابل ايدي واصبع الكفته واحطها على الشوايه لحد ما تستوي معايا وتاخد لون حلو ولذيذ كده. وكده نكون دلعناهم احلى دلع. ايوه، ما هم جايين عندنا عشان يتدلعوا. انا بدلعهم، بحب ان انا ادلع اللي جايين عندي. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ويفضلوا دايما منوريني. بفرح جدا لما بلاقيهم كده داخلين عليا، او اي حد من اهل جوزي. انا طبعا بحب جدا ان هم يدخلوا عندي. فده بيسعدني جدا ان هم يكونوا موجودين معايا. فطبعا الكفته بتاعتي خلاص خدت لون. تعالوا نشوفها بقى. شايفين الجمال؟ شايفين الطعم؟ شايفين اللذاذه مستويه وطعمها يجنن. هنا بقى كانت اخر شويه في الكفته. وهي كده بتتشوي فضلت اسخن في العيش كده معاهم، علشان العيش ياخد كمان ريحه الكفته وريحه المشوي بتاعنا. ما بيكون لما مش بتشوف بتاع الكفته والكباب بيروح جاي حاطط العيش على الفحم. هو ده نفس الحكايه. تعالوا بقى نشوف الاكل بعد ما خلص. شايفين الجمال؟ تحفه. وطبعا ام عمر عملت السلطه الخضراء، وكمان عملنا لها ميه سلطه. شايفين الجمال؟ كانت بتظبط بس الصينيه بتاعتي. وسخنا العيش وعملت رز ببصل. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو فيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ سمسم. بشوفكم في فيديو جديد. يلا باي.